علماء النفس بيقولوا ان انت لما تنعزل مع شخص اكتر من 6 اسابيع ده ممكن يفعل مود في الدماغ اسمه الإيراشونال انتاجونيزم، العداء الغير عقلاني. لو قعدت مع اللي قدامك اكتر من شهر ونص هتلاقي نفسك متضايق منه من غير اسباب، مفيش سبب عقلاني واضح، اغلبها اسباب تافهه، لدرجه ان انت ممكن تكره ان الشخص اللي قدامك ده بيتنفس. سنه 1987 انطلق رائدين فضاء لمحطه مير، هم يوري رومانينكو والكسندر لافيكين، في مهمه مدتها 326 يوم، واللي وقتها ده كان رقم قياسي. محطه مير كانت ضيقه، وكمان اوضه النوم بتاعتهم كانت اقرب لكشك التليفونات، فتخيل بقى مع ضيق هذه المسافه ممكن اي تصرف يفجر خناقه بينهم. ومش اي خناقه دي يا عزيزي، دي خناقه على ارتفاع اكتر من 300 كيلومتر فوق الارض، يعني صعب جدا حد يحوش بينهم. المصيبه الاكبر يا عزيزي لو حد ظهر يحوش بينهم هيبقى الين. طب ابو حميد اكيد المشكله دي مش هتحصل في المحطه الثانيه، محطه الفضاء الدوليه، لانها اجدد واكبر من محطه مير. عزيزي الموضوع ملوش علاقه بالمساحه، الصيادين بيفضلوا يصطادوا لوحدهم مع الكلاب بتاعتهم عشان لو راح 2 أو 3 بني ادمين ده ممكن يشغل هذه الحاله.